فساتين محتشمة وغريبة كمان قلبت الدنيا امبارح في مهرجان اتعمل جوه المتحف المصري. مي عز الدين كانت الأجمل والأخيرة صدمت الكل. خلينا نبدأ معاكم بمي عز الدين واللي قررت خلاص تظهر في المهرجانات مع جوزها، وكانت متألقة بفستان أسود شيك لكنه كان جريء جدا. أغرب تاني إطلالة كانت لغادة عبد الرازق واللي لبست فستان جينز عليه بليزر أسود. كمان في نجمات كتير تألقوا بالهوت شورت والجيبات القصيرة زي هنادي مهنا وبسنت شوقي. بس أرقى وأشيك إطلالة اليوم ده كانت لجمانة مراد، وواضح كده إن فستانها كان غالي جدا. كمان إلهام شاهين لبست فستان شيك جدا اليوم ده، وناس كتير شافوا إن ملك زاهر كانت صاحبة أبسط إطلالة وفستانها كان رقيق جدا بجد. كمان آية سماحة كانت لابسة أقصر فستان اليوم ده وكان مفتوح من البطن، ورغم كده كانت شيك وكانت بتتصور بيه طول الوقت، على عكس هدى الأتربي اللي لبست فستان أسود مقفول وطويل بس كان الكل مبهور بجمالها وشياكتها.